السلام عليكم على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو النهاردة هعمل معاكم فيه الكنافة البلدي كل تفاصيلها وتكاتها، وهعملها معاكم إن شاء الله بأقل الإمكانيات على عين البوتاجاز. ستات وبنات كتير ما بتحبش تعمل الكنافة البلدي، تخاف إن هي تطلع معاها مكتومة أو تطلع معاها ناشفة أو تتحرق منها على الفرن أو تتحرق منها على الطاسة. النهاردة هعملها معاكم بطريقة تحفة، هتعمليها وهتطلع معاكي ناجحة من أول مرة، طريقة مميزة وبطريقة سهلة، مش هتاخد معاكي أي وقت خالص بالمطبخ. بمية ودقيق وملح بس عملناها، وبأقل حاجة معاكي في المطبخ هتطلع بيها كنافة زي العسل. زي ما انتوا شايفين كنافة سهلة خالص، ومش محتاجة أبدا انك انت تروحي عند الراجل بتاع الكنافة وتنتظري دورك. بمية ودقيق بس اتعملت، وهتطلع معاكي أحلى كنافة ممكن تاكليها بقى بأي حاجة موجودة في البيت، بسكر بعسل بأي حاجة. بس لو أول مرة تشوفيني كملي معايا الفيديو للآخر، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة. يلا كده نسمي الله ونبدأ. أول حاجة هحتاجها هي شفشق الخلاط، هحط فيه 2.5 كوباية من المية، مية عادية من الحنفية. هتحطي عليها 3 مجات من الدقيق، بس الدقيق لو عايزة تحطيه مرة واحدة في الخلاط حطيه، لو عايزة تحطي مجين الأول وتخلطيهم وبعدين تحطي المج التالت براحتك خالص. هتنزل عليهم بربع معلقة من الملح، هتضربيهم طبعا ضربة كويسة خالص بحيث ان هما متفضلش في العجينة اي تكتلات خالص. هتحوشي الشفشف من الخلاط وهتحطيها في مصفى، وهتصفي الخليط ده كله. هتصفيه ليه؟ عشان ما يبقاش فيه قطع كده من الدقيق يتعصلج معاك وانت بترشي الكنافة بتاعتك. بقى معاكي الجمع بتاع الكنافة اللي هيترش بالكنافة ماشي، مش معاكي في جزازة عادي وتخرميها. انا بصراحة عملتها في الليل متأخر فما لقيتش قدامي غير البرطمان ده، فجبته وخرمته بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هعملها على عين البوتاجاز، كنت حاطه الصينيه بتاعتي على العين اللي في النص، يعني العين الكبيره. سخنت كده معايا الصينيه شويه، ولما سخنت وحسيت ان هي درجه الحراره بتاعتها خلاص بقت كويسه هديت النار عليها. عشان هي صينيه ألمونيا، اول حاجه كده هتحطي فيها تمسحيها بمسحه زيت عشان ما تلسكش معاكي في الصينيه او تشيط. لكن الحرج اللي انتوا شايفينه في الصينيه ده ما يعملش اي حاجه خالص، مجرد كده ما تحوشي الكنافه منها تحطيها كده وتحطي لها شويه بريل بسلكه هتنضف معاكي طوال. وانت برضو لو مش معاكي الصينيه دي اللي معايا انا، عادي ممكن تستخدم اي صينيه ألمونيا عشان تستحمل الحراره وما تتحرقش معاكي بسرعه وتشيط معاكي الكنافه. كمان لو معاكي طاسة جرانيت أو طاسة تيفال أو أي طاسة تستحمل إنك انت تحطيها على النار عادي خالص حطيها، هتستحمل برضو معاكي. مش شرط يعني ألمونيا، أي حاجة موجودة معاكي عادي مشي نفسك بيها. أهم حاجة كده بس الظبط النار. ولو انت بتعملي على صينية ألمونيا زي كده أو بالصواني التانية لازم برضو تمسحيها بمسحة زيت عشان ما تلسكش معاكي. طبعا التسوية دي انت لما تبصي كده فيها تلاقيها خلاص ترشيها، وتبصي كده تلاقيها خلاص طلعت الواحدة من الطاسة أو خلعت، يبقى كده خلاص تمام، هي كده استوت. لكن لسه عجينه كده من فوق ما تحاوليش انك انت تخلعيها عشان ما تبصي معاكي، هتطلع معاكي كنافه زي العسل. من اول مره هتعمليها هتطلع معاكي تحفه، ولا تحتاج انك انت تشتريها من بره وما تعرفهاش بصراحه هي نظيفه معجونه ازاي، معجونه بنظافه ولا معجونه كده وخلاص. بحبش اكل اي حاجه من بره بصراحه، يعني بحب اي حاجه بعملها بايدي. الحاجه اللي انت عاملاها بايدك طبعا لعيالك تبقى غير الحاجه طبعا اللي انت مشترياها من بره خالص. طبعا انا حاطه الصينيه دي على عين البوتاجاز، فنصها صايله النار والنص التاني مش طايله النار خالص. فانا عملت واحده كده لقيتها نصها استوى، شلته الاول وبعدين حطيتها على الناحيه التانية. هتفضلي تعملي بالطريقه دي لحد ما تخلصي الكنافه بتاعتك كلها، مش هتاخد معاكي والله ابدا وقت. يعني مسافه ما كده ترش الكنافه بتاعتك هتلاقيها استوت معاكي بسرعه خالص. بس انتي خلي بالك منها برضو، تتبعيها مش ترشيها كده وتسيبيها، تتبعيها عشان هي ما بتاخدش اي وقت خالص في السوى. طبعا انا اول مره والله اعمل الكناف، بس بصراحه طلعت تحفه. يعني هتحسيها وانت بترشيها كده في الاول ان هي تطلع معاكي مكتومه، لكن بالعكس والله ولا واحد يعني باظت مني، غير كل الكنافه اللي انا رشيتها طالعه حلوه وطالعه خفيفه خالص ومفرغه عن بعضيها، يعني مش مكتومه او بايظه، لا طالعه حلوه. وبتحسيها وانت شايلاها من الصينيه على طول ان هي ناشفه. لا طبعا هي بصي، هي في الاول لما تيجي تشيليها كده هتلاقيها زي اللي ناشفه، بس لما تحطيها على، لازم طبعا تكوني محضره فوطه جنبيكي، هتطلعي على طول من الصينيه هتحطي في الفوطه دي عشان تطرى معاكي، ما تسيبهاش في الهواء تنشف.
فراعي يعني انك انت دايما تغسلي الغطا بتاع البرطمان بتاعك او الجزازه اللي انت بتستخدميها عشان تطلع معاكي كنافه حلوه. ان شاء الله تطلع معاكي كنافه حلوه، وان شاء الله كده تجربي الكنافه اللي انا عاملاها بالطريقه دي، ان شاء الله تطلع معاكي تحفه. بس اهم حاجه كده تصلوا على الرسول، اهم حاجه يا جماعه نصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكده خلاص انا خلصت كميه الكنافه بتاعتي، كانت والله بصوا يعني 3 مجات من الدقيق عملوا لي كميه كنافه حلوه خالص. يعني كمان ده غير اللي كلوا الاولاد وانا بعمل. فانا قلت لهم استنوا بس التصوير الاول، هتعمليها طول شهر رمضان مش هتكلفك حاجه. دلوقتي الكنافه بقت غاليه نار، يعني دلوقتي لما تروح تجيبي كنافه بتلاقيها مولعه نار، غاليه جدا ومش بتكفي حد. يعني بتجيبي شويه يعني ب50 جنيه كنافه بتجيبيه وما بيكفوش، لكن انت هتجيبي كده هتعملي حاجه كده حلوه وحاجه كتيره وتاكلي العيال ويشبعوا. والله فيديو بصراحه حلو، يعني اشجعكم انكم انتوا تعملوه ان شاء الله، ما تكسليش. بقى شويه سمنه بلدي كده على الوش حلوين، ما بتتاكلش غير بالسمنه البلدي بصراحه، ما تاكليهاش ابدا بسمنه هولندي ما بتبقاش طعمها حلو. استاكلها بالسكر، تاكليها بالعسل، براحتك خالص. كده فيديو الكنافه يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما يكونش طويل عليكم. بس لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك للفيديو، عشان اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو معانا وبيخليه يتشاف. ده طبعا ده دعم منكم ليا للقناه. ان شاء الله كده اشوفكم على وصفات تانية احلى واحلى. اهم حاجة كده تعملي مشاركة للقناة وشيري الفيديو ان شاء الله. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم ما يكونش طويل عليكم، واشوفكم على خير بإذن الله في وصفات تانية احلى واحلى. والسلام ختام.